السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم باذن الله، وتحت الطلب ديال بزاف د الاخوات غادي نحضر معكم فقيقصات مالحين بنكهات مختلفه بالوان مختلفه والوان طبيعيه، يعني ما غاديش نستعملوا نهائيا ملونات صناعيه. كيجيو رائعين بزاف، كيجيو لذاذ مقرمشين وهشاش ايضا، بدون زبده وبدون بيض، اقتصاديين جدا، كيخرجوا لنا كميه كبيره بزاف وبكميه قليله ديال الدقيق. فتبعوا معايا الفيديو للاخير، غادي تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير ايضا. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في قصريه غادي ندير 650 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غادي نشكل واحد الحفره في الوسط. غادي ندير هنا ملعقه صغيره ممسوحه ديال الخميره الفوريه ولا الخميره ديال الخبز. فهاد الخميره كتخلي لنا هاد الفقيقصات كيجيو هشاش. هنا غادي ندير القليل جدا من الماء من الصنبور، تقريبا واحد 2 المعالق هكذاك. هنا غادي ندير ملعقه صغيره ديال الملح، شويه ديال الابزار، ملعقه صغيره من الثوم المجفف او الثوم بودره. بالنسبه للماء، فداك الماء اللي غادي نعجن به هو اللي هزيت منه داك شويه، يعني كاس هزيت منه شويه، وغادي نحتاج مازال في الكميه اللي غادي نضيف ديال الماء غادي نقولها لكم. عندي هنايا 4 القطع ديال الجبن المثلث، ممكن تستعملوا غير 3 ولا 2 اللي يكون اختيار، ولكن قد ما كان بالزايد قد ما كيعطينا نكهه رائعه. هنا غادي نحتاج كاس الا ربع ديال الزيت. خديت نص كاس ديال زيت الزيتون وضفت ليه ربع كاس ديال زيت المائده، يعني حصلت على كاس الا ربع. بالنسبه ليكم ممكن ديروا الكميه كامله زيت الزيتون، ممكن ديروا كيف درت انا، تخلطوا بين زيت الزيتون وزيت المائده. هنا عندي ملعقه كبيره ديال لا موطارد صافي، وكنحاول ندخل هاد المكونات مع بعضهم كنخلطهم مزيان صافي. وغادي نبدا نبسس في الدقيق بداك المكونات اللي ضفنا ليه، بداك الزيت والجبن والمطارد. بالنسبه للخميره ذوبوها غير في شويه ديال الماء، يعني ما ديروش كميه كبيره ديال الماء في الاول، لان في هذه المرحله الاولى بغينا نبسسوا الدقيق بدوك الدهون، ما بغيناش يكون السوائل اولا الماء في العجين في الاول. صافي كنحاول نبسس الدقيق مزيان حتى كيتلبس مزيان بداك الزيت وبداك المكونات اللي ضفنا. من بعد ما كيولي عندي بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، غادي نبدا نضيف في الماء. بالنسبه للماء غادي نبدا نضيف في الماء بالتدريج. بالنسبه للكميه اللي غادي ندخل بالضبط، غادي ندخل كاس ونص ديال الماء قياس بكاس العنبه. وبالنسبه للماء من الصنبور، يعني ما كنسخنوه حتى شي حاجه. العجين كتجي متماسكه شويه، ما كتجيش كتلتصق، خاصها تجي رطبه وفي نفس الوقت ما كتلتصقش في اليد. انا غادي نوريكم القوام ديالها. فغادي نحاول نجمع العجين وغادي نحاول ندلك هكذا، ندخل المكونات مع بعضهم. كيف قلت لكم بالنسبه للخميره، لان دابا الجو سخون، درنا ملعقه ممسوحه، ممكن ديروا اقل من ملعقه لكم الاختيار، يعني لان الجو دابا كيكون سخون. الا كان الجو بارد فملعقه صغيره راه عامره تكون مزيان، يعني راه مزيانه في هذه الحاله. صافي انا كيف كتلاحظوا كنحاول ندلك العجين شويه، وهذا هو القوام المطلوب، كيكون بهذا الشكل هذا. العجين رطبه وما كتلتصقش في اليد. غادي نقسم العجين لربعه القطع لان غادي ندير 4 نكهات. فكل كويره غادي نكها بحاجه. هنا العجين الاولى او الكويره الاولى غادي ندير ليها شويه ديال الهريسه، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه. القطعه الثانيه غادي ندير ليها الزيتون الكحل مطحون مع شويه ديال الهريسه راس معلقه هكذاك، وشويه ديال الزعتر مطحون. القطعه الثانيه غادي ندير ليها المعدنوس مطحون وشويه ديال العطريه ديال السمك او العطريه ديال الحوت. والقطعه الرابعه غادي ندير ليها البافو وشويه ديال الزعتر. يعني هادو هما المنسمات اللي غادي نستعمل، وفي نفس الوقت غادي يعطيوني اللون. فقط القطعه الاولى اللي غادي نخليها باللون ديالها، يعني فقط غيجيو في هذوك الحبيبات ديال البافو ونسمه ديال الزعتر. صافي كنحاول ندخل المكونات مع بعضهم بهذا الشكل هذا.
يعني كنحاول اي مكون ضفتو على العجين كندخلو مزيان باش يجي العجين هكذا منسجمه مع المكونات اللي ضفنا. بالنسبه للقطعه الثانيه فغادي نضيف ليها القزبر عفوا المعدنوس مطحون والعطريه ديال الحوت. بالنسبه للمعدنوس تقريبا هكذا واحد 2 المعالق كبار عامرين مزيان، عبرتهم بعد ما تطحنوا يعني ماشي قبل ما يطحنوا. بالنسبه للمعدنوس طحنته في الطحان يعني مزيان، يعني ضروري يكون منيل باش كيعطينا اللون. بالنسبه المعدنوس عفوا بعد ما كيتطحن راه كيطلق السوائل ديالو، لهذا العجين كترخف من بعد ملي كنضيفوه ليها. صافي كنبقى نضيف شويه ديال الدقيق في العجين باش كتماسك، لانها كتولي رطبه بزاف وكتلتصق من بعد ما كنضيفو المعدنوس. هذا هو القوام المطلوب. ضفت 2 المعالق ديال الدقيق تقريبا. كنمسح القصريه قبل ما نضيف قبل ما ندير العجين اللي موراها باش ما كيجيوش النكهات مخلطين مع بعضهم، يعني في كل عجين كتبقى بالنكهه ديالها. هنا العجين الثانيه او الثالثه عفوا درت الزيتون مطحون، زيتون كحل، وكنحاول ندخلو ودرت غير شويه ديال ربع معلقه ديال الهريسه وشويه ديال الزعتر، يعني ما كنكثروش بزاف. صافي وكنحاول نضيف شويه ديال الدقيق لان العجين كيف كتلاحظوا راه كتولي هكذا مرخوفه بداك السوائل ديال الزيتون. صافي كندخل داك شويه ديال الدقيق في العجين وكنجمع العجين بعد ما كيتلون ليا بهذا الشكل هذا وكيولي اللون ديالها هكذا اسود. صافي كنحطها جانبا وغادي نجيب القطعه الاخيره، غادي ندير ليها الهريسه وشويه ديال التحميره وشويه ديال السودانيه. صافي كندخلهم مع الاخرين وكنحط هكذا واحد شويه ديال الدقيق لان العجين غادي ترخف لينا بديك الهريسه. صافي وكندخل داك شويه الدقيق في العجين وكندلك هكذا واحد شويه، يعني كنحاول ندخل المكونات مع بعضهم، خاص العجين ما تجيش كتلتصق في اليد. هذا هو القوام ديالها. وهادو هما 4 القطع ب4 بهم بنكهات مختلفه وبالوان مختلفه. كيف تلاحظوا كنحصلوا على الوان واضحين بهذا الشكل هذا بلا ما نحتاجوا الملونات الصناعيه. هنا كنبدا كنقطع في كل قطعه هكذا قطع صغيره وكنبدا كنحرب لهم واحد شويه وكنحطهم جانبا باش كيتطلقوا واحد شويه، عاد كنحرب لهم بالسمك اللي انا باغي، يعني كنحاول نحرب لهم غير شويه باش نحطهم جانبا يتطلقوا باش ما كتبقاش العجين كتمشي وترجع ملي كنبغيو نحربلوها. صافي هنا بعد ما قطعتهم كاملين وحربلتهم شويه كنرجع للاول حربول اللي ديال العجين اللي باللون الابيض. صافي كنبدا كنشكل فيها هكذا حريبلات بهذا الشكل هذا ولا على شكل اصابع بهذا السمك هذا اللي كتلاحظوا، وغادي نحطها في صفيحه اللي مفرشه على ورق الزبده اولا دهنوها بالزيت. بالنسبه للطريقه ديال الطهي الفران كيكون نار مهيله بطبيعه الحال. كندخلوا هاد لاطه ديالنا الفران النار من الاسفل فقط، كتكون مهيله بزاف بحال الطريقه باش كنطيبوا الفقاس، وكنخليهم حتى كيطيبوا بهذا الشكل هذا غير كيتشمعوا وكيبقاو هكذا واحد شويه رطب، ماشي رطب بزاف، متماسكين وفي نفس الوقت ما قاصحينش. ما خصناش نقصحوهم بزاف وفي نفس الوقت ما خصناش نخليوهم رطبين، يعني غير كنشمعوهم. صافي وكنخرجوهم. انا غطيتهم بمنديل وخليتهم حتى بردوا تماما، يعني بحال الطريقه باش كنحضروا الفقاس، ولكن المنديل باش غطيتهم ما فازق ما والو، غير منديل عادي هكذا ناشف. صافي غطيتهم خليتهم حتى بردوا تماما. كنبدا نقطع فيهم. لكم الاختيار، ممكن تقطعوهم بسكين ولكن سكين يكون حاد جدا، او لا قطعوهم بمقص. هنا كيف كتلاحظوا معايا كنقطع في لي بودان بهذا الشكل هذا. ليكم الاختيار، ممكن تقطعوه بحربول بحربول، يعني كل بودان بوحدو، او لا جمعوا 2 لي بودان مع بعضهم او 3 وقطعوا. ولكن الا قطعتو بواحد كيجي افضل لان كتجي مفيني وكيجيو الفقيقسات مقادين. هنا كيف كتلاحظوا كنقطعوا، كنحاول نقطعوهم رقاقين شويه باش كيجيو مقرمشين ملي كندخلوهم الفران. صافي غادي نستمر على نفس الكيفيه حتى غادي نقطعهم كاملين. كيف كتلاحظوا انا كنقطع فيهم ما كيتكسروش نهائيا، يعني ما كاينش حتى داك التفتيت ديالو، ولكن ما تقطعوهم حتى كيبردوا مزيان. صافي غادي نستمر هكذا حتى غادي نكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. من بعد ما غادي نقطعهم كاملين غادي نستفهم في صفائح اللي غادي ندخلهم يطيبوا فيهم. بالنسبه للفقيقسات ما تراكموهمش فوق بعضهم، يعني حاولوا كل نكهه ديروها في صفيحه بوحده، يعني باش ما كيجيوش هكذا متراكمين فوق بعضهم. الا كانت عندكم صفيحه كبيره يعني ديروا جمعوهم ماشي مشكل، ولكن ما ديروهمش فوق بعضياتهم. كيف كتلاحظوا انا كنحاول نفرق فيهم،
يعني ما تجيش حتى شي حبه فوق اختها. وغادي ندخلهم الفران. الطريقه ديال الطهي، الفران كيكون سخون والنار مهيله بزاف، وكنخليهم حتى كيتقرمشوا، يعني بحال الطريقه ديال الطهي ديال الفقاس العادي، يعني كنخليهم على نار مهيله حتى كيتقرمشوا وما كنحمروهمش، يعني باش كيبقاو باللون ديالهم، كيجيو المنظر ديالهم زوين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين بزاف. ضروري غادي نحل معكم وشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو مقرمشين وهشاش. اذا احبائي، كانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم، كنتمنى تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو. اذا كاين اي تساؤل ممكن تخليوه اسفل الفيديو وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من تعليقكم تشجيعاتكم ليا، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. كنضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.